فاكرة أول يوم دخلت فيه مستشفى سانت لوك؟ كانت الحيطان بيضة ناصعة، وريحة المطهرات مليه المكان، مع همهمة خفيفة كأن الحياة والموت بيتنفسوا مع بعض. كان أول يوم ليا في المدينة الجديدة دي. كنت متحمسة، بس القلق كان مسيطر عليا، وما كنتش أعرف إني على وشك الدخول في كابوس حقيقي. أول حد قابلته كان تشارلز، شغال هناك بقاله سنين، وكان المفروض يدربني. في البداية كان ساحر بطريقة هادية وواثقة، كان حافظ كل البروتوكولات وأسماء كل المرضى، وكان شكله متفاني جدا في شغله. قال لي بصوت ناعم فيه برودة غريبة: هتتعودي على شفتات الليل. وكمل: بس أصعب حاجة هي إنك تشوفيهم وهما بيمشوا، في ناس من الأرواح المسنة دي مش هيكملوا كتير. هزيت راسي، وما كنتش فاهمة قد إيه كلامه كان مريب. ومع مرور الأيام بدأت أحس بشوية قلق تجاهه، وفي نفس الوقت بانبهار بسيط بشغفه واهتمامه الغريب بشغله. كان بيظهر فجأة في أماكن ما كنتش أتوقعه فيها، بنظرة ثابتة أطول من اللازم، مخلية الموقف غير مريح. بس مش وجوده بس هو اللي كان محير. لاحظت إن وفيات المرضى زادت. في البداية قلت إن ده مجرد صدفة، المستشفى كانت مليانة ناس مسنين أغلبهم حالتهم صعبة. لكن بعد كده اكتشفت حاجة مزعجة: تقريبا كل مريض مات فجأة كان تشارلز زاره قبل الوفاة بدقايق. ما كانش في رابط واضح. في ناس كانت حالتهم مستقرة، وناس حتى كان بيبان إنهم بيتحسنوا، لكن كان في عامل مشترك واحد: تشارلز. في يوم من الأيام لقيته بيبص عليا وأنا بقرأ ملف مريض، ابتسم ابتسامة كلها معاني وقال: إيه اللي في بالك يا إيمي؟ صوته كان منخفض. حاولت ابتسم وقلت: بس ببدأ أفهم الدنيا. رد وقال: حلو. على فكرة، نسيان التفاصيل أحسن، بيخلي كل حاجة أسهل كده. في الليلة دي قررت أراقب تشارلز عن قرب. بعد كام ليلة خرجت أخد بريك في الحارة الخلفية للمستشفى، لما حسيت بحاجة تشعر بالخوف. تشارلز كان منحني جنب صندوق قمامة، وشه بعيد عني. كان بيعمل حاجة بطريقة منتظمة وغريبة. لما قربت خطوة عشان أشوف أكتر اتصدمت. كان بيقطع حمامة ميتة بمشرط جراحي، وصوابعه مغطاة بالدم. رفع رأسه بسرعة، وعينيه الداكنة اخترقت نظري. مالك يا إيمي؟ سأل وهو بيقوم بهدوء، والسكينة لسه في إيده. هززت راسي وبدأت أرجع ببطء للخلف. لا، أنا بس خرجت أخد شوية هوا. شفايفه انحنت في ابتسامة غريبة: الهوا بيعملك كويس. جريت بسرعة للداخل، وقلبي كان بيدق بقوة. أيا كان اللي غلط مع تشارلز، ما كنش مجرد خيالات في دماغي. مرت الأيام والوفيات استمرت. بدأت أسجل ملاحظات وأراقب تحركاته طول الوقت. لاحظت إنه دايما موجود في اللحظات الأخيرة للمرضى اللي بيموتوا. كان يدخل غرفهم أوقات بمفرده، وأوقات بحجة إنه بيطمن على العلامات الحيوية. بعدها بدقايق كانت الأجهزة بتصدر الصوت المزعج اللي بيعلن النهاية. بعد كام يوم تابعته بهدوء من اسم لاسم. في البداية ما كانش واخد باله مني، لكن فجأة وقف بشكل مفاجئ كأنه حس بوجودي. لف رأسه شوية وقال بصوت منخفض: ما كانش المفروض تكوني هنا لوحدك يا إيمي. جمدت مكاني. صوته كان ناعم، لكن في حاجة شريرة بتخبي تحت الرقة دي. ضحكت ضحكة مجبرة وقلت: أنا بس بتأكد على السكان. ضحك بخفوت وهو بيكمل طريقه في الممرات كأن حاجة ما حصلتش. وأنا مرعوبة مسكت القلم وسجلت ملاحظة جديدة في دفتر صغير أسود. بعد كام ليلة شفته وهو بيتسلل للوحدة الخاصة بالمعدات. قلبي بدأ يدق بسرعة، وأنا بتابعه من بعيد بهدوء شديد. بصيت من شباك صغير في الباب وشفت تشارلز وهو بيملأ جيوب قميصه بحقن. وقتها حسيت إن الوقت بيجري مني. في نفس الليلة شفته وهو داخل غرفة مريض مسن لسه داخل المستشفى قريب. كان في عقدة خوف في معدتي، كنت عايزة أدخل وأصرخ فيه إنه ما يقربش من المريض ده، لكن بدل كده كنت متجمدة في مكاني من الرعب. فكرت إنه الأفضل أجيب دليل الأول. تاني يوم الصبح المريض ده مات. ما كانش فيه أي علامات أو أعراض ولا أي مضاعفات. ببساطة اختفى. اتصلت بالشرطة وشرحت لهم كل حاجة: النمط اللي لاحظته، سرقة الحقن، تصرفات تشارلز المريبة. الشرطة خدتني بجدية، وقررنا خطة. كنت هفضل أراقب وأبلغهم لما تشارلز يتحرك. بالليل شفته تاني، كان بيحط حقنة جديدة في جيبه وداخل غرفة مريض لسه داخل المستشفى من يوم واحد. بسرعة بعثت رسالة للضباط اللي مستنيين بره. جمعت كل شجاعتي وتابعت وراه. وقفت بهدوء بره الباب وبصيت من فتحة صغيرة. اللي شفته خلاني أحس إن معدتي وقعت. تشارلز كان واقف فوق المريض وبيهمس حاجة ما قدرتش أسمعها، وهو ماسك الحقنة ومستعد يحقنها. صرخت: وقف!
بصوت عالي ملأ الغرفة. لف عينيه اللي كانت مظلمة وكأنها بلا روح. الحقنة كانت ماسكة في صوابعه بشكل محكم أكتر. قال بصوت ناعم: إيمي، ما كانش المفروض تكوني هنا. قبل ما يتحرك، الشرطة اقتحمت المكان بصوت عالي. سيب الحقنة! واحد منهم صرخ. تشارلز شد فكه وعينيه كانت بتتحرك بين الضباط وبيني. للحظة فكرت إنه ممكن يهجم، لكنه نفخ بغضب وسب الحقنة تجي على الأرض بصوت عالي. الشرطة كانت فوقه بتجبره ينزل على الأرض. وهو بيتسحب بعيد لف رأسه ناحيتي وابتسم ابتسامة بطيئة مليانة معاني. هشوفك قريب يا إيمي. ارتعشت وأنا بلف دراعي حوالين نفسي لما الحقيقة بدأت تضربني. تشارلز كان وحشة وأنا شفته بعيني، لكن تم القبض عليه. الموضوع انتهى، أو على الأقل كنت بتمنى كده. حتى مع تشارلز في الحجز كان في توتر غريب لسه معلق فوقي. كلماته اللي كانت بتلمع كانت بتزورني بالليل من الزوايا المظلمة، وفي ليالي كنت بصحى وأنا غرقانة في عرق بارد، فاكرة إني شفته مختبئ في ظل في مكان ما جوه أوضتي. كنت بقول لنفسي إنها مجرد أوهام وإنه مقفول عليه، لكن الخوف حاجة مكرة بيغرس نفسه تحت الجلد ويرفض يسيبك. ومع إني كنت عايزة أصدق إن تشارلز اختفى للأبد، كان في جزء مني مستني اللحظة اللي نبوءته تتحقق فيها. يوم ما، بطريقة ما، سواء حقيقية أو غير كده، هشوفه تاني.